يا مساء الجمال يا حبيب اخوك، عامل ايه؟ انت وحشني كده كده. طبعا لو بتتفرج عندنا على يوتيوب فهتلاقي الفيديو متقسم تحت، وكمان هتلاقي الفيديو موجود على فيسبوك. المهم يعني يا حبيب اخوك، ما اكدبش عليك، بس انا ما كنتش ناوي اعمل الريفيو دي بصراحه. يعني انا قلت ان انا هشوف فيلم لمخرج انا بحبه، فيلم اكشن كوميدي، فحاجه خفيفه كده هتفصلني عن التوتر والمود العام لمده ساعتين وخلاص. ما كنتش رافع الاكسبكتيشنز بتاعتي خالص، الا ان الفيلم فاجئني وطلع مش مجرد فيلم اكشن كوميدي عادي، بل هو فيلم عجبني فعلا. وانت عارفني يعني يا حبيب اخوك، لما بتكلم في حاجه عجباني فبتكلم بشغف يعني وبشده وبحزم كده. فالنهارده جاي اكلمك على فيلم ذا فول جاي، وهو فيلم فيه مفاجآت كتيره جدا وهنتكلم عليها كلها النهارده. فبينا على الريفيو يا ارض الرجوله والجدعنه. انا عجبني الموفي، فانا هحطه هنا زي ما حطيته في الريفيو اللي قبل اللي فاتت، اللي انا مش فاكرها الحقيقه دلوقتي. انا عملت الريفيو قبل اللي فاتت والله ما فاكر. المهم مش عارف بصراحه هندوق التريلر ولا لا، دي بقى حسب الايديتور يعني. انا الايديتور بقول لك مش هندوق التريلر، طب قله ادب بقى، اخش في الريفيو بقى، ده ايه ده؟ زي ما قلت لك من شويه ان انا كنت عايز اشوف الفيلم ده عشان المخرج بتاعه، ومخرج الفيلم ده هو ديفيد ليتش. وعشان تعرف قد ايه الراجل ده مميز، فهو المنتج لفرانشايز جون ويك كله، ومنتج لافلام اكشن حلوه زي نو بادي، فايلنت نايت، وكذلك هو مخرج لافلام اكشن عظيمه زي بوليت ترين، ديدبول 2، اتوميك بلوند، وهوبز اند شو. فاكيد لما راجل زي ده يعمل فيلم اكشن فانا لازم اشوف. قصه فيلمنا بتحكي عن كولت سيفرز اللي بيعمل دوره راين جوزلينج، وهو ستانت مان، والستانت ده بيكون شبيه الممثل اللي بيعمل المشاهد الخطره مكانه، اللي هو الدوبلير يعني. المهم ان كولت سيفرز بيحب جودي مورينو اللي عامله دورها ايميلي بلانت، وهي مساعده المخرج. واثناء تصويره لفيلم ما بتحصل له حادثه بتخليه يقعد في البيت لمده سنه، منعزل عن العالم ومنعزل عن اي حاجه، لحد ما بعد سنه وبعد ما بدا يتعافى شويه بيجيله شغل في فيلم تاني، وبيروح عشان يصور الفيلم ده، وبيتفاجئ ان المخرجه بتاعه الفيلم هي الاكس بتاعته جودي مورينو، وبيحاول يصلح علاقته بيها. واثناء تصوير الفيلم بيختفي البطل بتاع الفيلم اللي جودي مورينو بتصوره، واللي كولت سيفرز هو الدوبلير بتاعه. فبينطلق كولت سيفرز في رحله البحث عن الممثل ده اختفى ليه عشان يرجعه الفيلم، عشان ينقذ الفيلم بتاع الاكس بتاعته، وفي نفس الوقت يصلح علاقتها بيه ويرجعوا لبعض بقى، والفراشات تطلع من كل حته والكلام ده. ومن هنا بينطلق ابطال فيلمنا في رحلته. يمكن انا حسيت بتشابه بين دور راين جوزلينج في فيلمنا ودور براد بيت في فيلم كوينتين تارانتينو الاخير وانس ابون تايم ان هوليوود، عشان الاتنين قايمين بدور ستانتس، بس الفرق ان دور براد بيت كان جد اكتر من دور راين جوزلينج. يا حبيب اخوك، انا يوم ما شفت فيلم وانس ابون تايم ان هوليوود خلصته ورحت حضرت درس كالكولاس على طول. كنت في ثالثه ثانوي، ايام بتجري يا حبيب اخوك واحنا كبرنا يعني. بس ان توتال الفيلمين ما لهمش علاقه ببعض. زي ما قلت لك في اول الريفيو ان الفيلم فاجئني، يعني انا اقصى ما كنت اتوقعه ان شويه اكشن على كام جوك وخلصنا. كان اقصى طموحي ان هو يكون فيلم مسلي مش اكتر، بس اتفاجئت ان الفيلم فيه جرعه كوميديه كبيره. وانا هنا مش بكلمك على كوميديا عاديه، انا هنا بكلمك على كوميديا تخليك تضحك بصوت عالي، جوكس حلوه وذكيه وكتيره. وبصراحه يعني هبقى اخوك ما اكدبش عليك، بس انا نادرا ما فيلم مش عربي يضحكني بالطريقه دي. الفيلم كمان فاجئني من ناحيه الاكشن، يعني الاساس اللي معمول عليه الفيلم اصلا هو تكريم للستانت، وده هنجيله كمان شويه. ونتيجه لان دي رساله الفيلم، فالفيلم عباره عن مشهد اكشن كبير وكلها معموله بطريقه جميله. وراين جوزلينج عمل اغلب مشاهد الاكشن بتاعته بنفسه، طبعا كان فيه ستانتس بس هو عمل اغلبها بنفسه، وعرفنا ده من الكريدتس في الاخر والاسماء نازله. فهنشوف شويه مشاهد من الميكنج بتاع الفيلم ومشاهد بيهايند ذا سينز بتبين المشاهد بتاعت الاكشن وهي بتتعمل. فالاكشن في الفيلم ده بصراحه كان بيرفكت. بالحاجات برضو اللي فاجئتني واللي ما كنتش متوقعها من الفيلم هي قصه الفيلم. يعني انا اقصى طموحي انها تكون قصه مسليه وخلاص، الا انها فاجئتني في بعض الحاجات. واهمهم ان الفيلم قصته عباره عن خط واحد اللي هو اخراج جودي مورينو للفيلم اللي بتعمله، ومن الخط ده متفرع قصه كولت سيفرز وقصه جودي وقصه حبهم لبعض، وكل قصه فيهم احداثها تعتبر مستقله عن القصه الثانيه. فالتنقل بين الخطوط تم بسلاسه بسيطه، والتقاء الخطوط دي كمان على مدار القصه تم بطريقه بسيطه ومسليه جدا. وحيث اننا بنتكلم على فنيات الفيلم اللي انا ما كنتش متوقع نصها حتى، فانا لازم اكلمك على الساوند تراكس والاغاني اللي اشتغلت في الفيلم، لان الفيلم فيه اغاني رائعه 90% منها كانت اغاني روك. الفيلم اللي بتخرجه جودي مورينو هو فيلم خيال علمي وفيه فضائيين، الفضائيين دول بيستخدموا اسلحه شبه الجيتار اللي هو اكتر آلة مستخدمه في الروك. ففعلا حضور الاغاني في الفيلم وتوظيفها خلى الفيلم
الفيلم ممتع اكتر واكتر. ويمكن اكتر اغنيه استخدمها في الفيلم هي اغنيه الروك الشهيره I was made for loving you. يعني بصراحه مش هقدر احط لك عشان كوبي رايت ولا هغنيها عشان صوتي اوحش بكتير من ان هو يغني اغنيه زي دي يعني. بس كمان المين تيم بتاعه الاغنيه دي هي المين تيم بتاعه الفيلم كله. يعني المزيكا بتاعه الاغنيه بتشتغل تقريبا في كل مشاهد الاكشن اللي في الفيلم، ودي كانت حاجه جميله جدا لانها مناسبه قوي. بس يعني ما اكدبش عليك يا حبيب اخوك، انا كنت مبسوط لما اغنيه تانية اشتغلت، وهي اغنيه لحبيبتي تيلور سويفت. يعني الناس القريبين مني عارفين ان انا بحب تي يعني، بس ما بقولش ده بصوت عالي الحقيقه يعني. ففي الفيلم اشتغلت اغنيه All Too Well تيلورز فيرجن، وانا كنت مبسوط ان انا قدرت اتعرف على الاغنيه دي بسهوله يعني. اخر حاجه فاجئني بيها الفيلم وهي القصه الرومانسيه في الفيلم. يعني انا كنت متخيل ان القصه الرومانسيه دي هتبقى كرنج مهم للقصه مش اكتر، انما قصه حلوه فيها انفعالات وابس اند داونز، وقصه حبهم دي تكون دافع لتغيير بعض الاحداث. فكل ده عمل لنا قصه رومانسيه جميله جدا. وانا ليه يا حبيب اخوك بقول لك حاجه زي كده؟ عشان لو نويت يعني تتفرج على الفيلم انت وصاحبتك الخياليه يعني. من شويه قلت لك ان الكور بتاع الفيلم ده هو تكريم الستانتس، لان هم اللي بيعملوا المشاهد الخطره ومشاهد القتال وكل ده. بس الستانتس يعني برغم ان ليهم جوائز كتير الا انهم مالهمش كاتيجوري او جايزه محدده في الاوسكارز. عشان كده ديفيد ليتش عمل الفيلم ده لتكريمهم. وكمان في اخر حفله اوسكار سنه 2024 راين جوزلينج وايميلي بلانت وهم على الستيج عملوا ايه وهم على الستيج؟ اتكلموا على الستانتس وعلى اهميه دورهم واهميه ملاحظه شغلهم وتكريمهم. وفي اول الفيلم برضه ديفيد ليتش عرض لقطات اكشن من افلام عالميه مشهوره زي مثلا مشهد القطر في فاست اند فيريوس 5 وكذا مشهد من افلام تانية. فدي كانت اسقاطات حلوه على مشاهد احنا بنحبها. واخيرا خليني اقول لك ان في نهايه الفيلم مع الاسماء هتشوف الميكنج بتاع الفيلم ومشاهد بيهايند ذا سينز، وكمان في مشهد كريدت سين حلو جدا جدا لازم تستناه. لان كعاده ديفيد ليتش زي ما عمل في فيلم ديدبول 2 وجاب براد بيت ككاميو لمده 3 ثواني، ففي 2 كاميوز في الفيلم حلوين. واحد هقول لك عليه دلوقتي عشان ما يعتبرش حرق اصلا، والتاني انا هسيبك تتفاجئ بيه لان هو جميل وحلو بجد. قبل التقييم يا حبيب اخوك خليني اقول لك ان سنه 1981 اتعمل مسلسل اسمه ذا فول جاي، وكان برضه بطله اسمه كولت سيفرز وجودي مورينو وكل دول. والمسلسل فضل يتعرض لمده 5 سنين لحد 1986. والبطلين بتوع المسلسل اللي اتعمل في الثمانينات دول هم اول كاميو هيظهر معانا في الفيلم، وطبعا هيظهروا وهم سنهم كبر، وده كان زي تكريم ليهم من ديفيد ليتش. اما الكاميو الثاني فزي ما قلت لك انا هسيبك تتفاجئ بيه لما تشوف الفيلم. واخيرا نقيم فيلمنا. تليفون بيرن. ودلوقتي ندخل في التقييم. وتقييمي لفيلم ذا فول جاي هو 8 من 10. فيلم مسلي وجميل وينصح بمشاهدته خصوصا في ايام التوتر الصعبه اللي احنا فيها دي. ويعني لو اتفرج لحد هنا حبيب اخوك فعايزك تعرف ان انا بحبك، واتمنى تكون خلاص كوبايه الشاي بتاعتك وانبسطت معانا. ولو بتتفرج على يوتيوب فسبسكرايب بقى وشير مع اصحابك والحاجات الحلوه دي. لو عندنا على فيسبوك هات صحابك والمجتمع والناس، انت فاهم بقى الحلويات. افتكر ان دي اخر حاجه هعملها قبل الامتحانات عشان داخلين على تسليمات وكلام صعب يعني. يا رب الواحد يتخرج على خير. وبس كده، اشوفك قريب بقى حبيب اخوك. السلام عليكم.